السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده ان شاء الله باذن الله فطير مشلتت، بس يعني مش هنعجن بقى ولا دقيق ولا كده. هنعمله بالرقاق الطري، بيطلع جميل جدا جدا، كانك جايبه وعجنه ومخمره وعامله كل حاجه، يعني نفس الشيء، يعني بيطلع حلو قوي قوي بجد. يعني بيتعمل بالجلاش وبيتعمل بالرقاق، بس بالرقاق الطري بيطلع كانك دقيق وعجناه وعاملاه وفرداه وكل حاجه. هنسمي الله كده. معانا طبعا لبن، ومعانا الرقاق الطري، وهاتين طبعا الصينيه سمنه. انا مسيحه كده معلقتين سمنه. او الرقاقه كده مش بابلها. ناخد دي بس كده اهي. طبعا كل بين رقاقه ورقاقه بندهن. وطبعا انا حاطه هنا برضو معلقه سمنه. هنبل بقى. يطلع والله يا جماعه كانك عامله فطيره مشلتته بطبيعتها يعني. يعني انا بعمل ده كتير قوي قوي، اكتر من لما اعجن واعمل فطير مشلتت. طبعا بنحط 3 ورقات، زي عايز تحط 3 ورقات 6 ورقات او 8 ورقات زي ما انت عايزه، دي حسب السمك اللي انت عايزاه. هكمل بقى كام ورقه كده واوريك. اهي طبعا خلصتها. هي انا حاطه طبعا 6 ورقات، ممكن تحطي 8 زي ما انت عايزه، 7 زي ما انت يعني تحبي السمك اللي انت يعني العلو اللي انت عايزاه. دلوقتي انا هعملها على البوتاجاز قدامكم. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده بقى، ابتدي بقى اهو نمشيها حبه حبه كده على النار. طبعا لما تتحمر بنروح قلبينها ونعمل الوش التاني، او تحطيها في الفرن، الحاجه اللي انت عايزاها يعني، كله ماشي. ولما بقلبها بحط حته سمنه كده صغيره، طبعا سمنه بلدي، ولو سمنه عاديه برضو هتبقى حلوه بتاعت العلب. انا من زمان على فكره بعمل كده، يعني لما بنعمل رقاق في العيد او في ايام عاديه وبنعمله باللحمه المفرومه، انا بحب اللي هي دي، يعني بحبه كده، زي بحس اني باكل فطير مشلتت. شوفي بقى كده، كده كده تمام. نقلبها بقى زي ما انتم شايفين طالعه عامله ازاي. بصوا، هنقلها بقى في الصينيه تاني. بصوا عامله ازاي، حاجه يعني اخر جمال بجد. دهنت الصينيه وحطيتها.
بصوا بصوا الصوت من جوه بقى طريه وجميله. مش اي فرق بينها وبين الفطير اللي معمول بالدقيق، يعني بالعجين ومعجونه وخمرانه خلصها بقى واوريها لكم. زي ما انتم شايفين الفطيره طالعه شكلها حلو قوي قوي. فطير مشلتت مفيش كلام يعني. حلو قوي قوي يعني، طري من جوه ومقرمش من بره، جميل جميل زي ما بتعملي فطير بطبيعتك. اقطع لكم بقى حته منها، قطعه منها كده. بص حلوه ازاي، هوريكم من الناحيه التانيه عامله ازاي برضه. بص عامله ازاي مورقه زي ما بتعملي الفطير، وتقعدي تفردي بقى وتتني وتعملي. بصوا 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 يا جماعه، بصوا شارب السمنه وحلو ازاي. عارفه اقول لكم عامله ازاي، جميله والله والحته تجنن. ومن الناحيه التانيه برضه هوريكم الناحيه التانيه. بصوا بصوا الجمال، احلى فطير مشلتت من غير مجهود ولا تعب. بصوا حلو ازاي، بصوا الجمال من ناحيتين طالعين حلوين. على البوتاجاز، عايزه تعمليها في الفرن اعمليها، حلوه وسهله ومفيش اي حاجه عملناها. جبنا الرقاق جاهز وعملنا على طول، ما خدش حاجه خالص. يا رب تكون عجبتكم. تعملوها كده للعشاء، للفطار، لاي وقت يعني. طعمها بيبقى حلو مع حبه عسل وحبه جبنه، حته جبنه كده جميله جدا جدا. بتاكلي فطير مشلتت من الاخر يعني. يا رب يكون عجبتكم، ولايك وشير، فعلوا الجرس عشان الوصفات توصل لكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.